السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جاي لكم فيديو جديد وان شاء الله يكون مفيد، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايبي، عايزه اقول لك اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا لي فيها وتحطوا لي لايك كده للفيديو، يشجعني كده ان انا اكمل ونقول بسم الله. انا هعمل معاكم النهارده شويه قرص كده محشيه سوداني على جوز هند على خلطة حلوة قوي كده وسكر وكده، وعلى وهنغطيها كده بالسمسم. ومن نفس العجينة هعمل شوية قراقيش، عايزة اقول لكم مقرمشين وناعمين وحلوين قوي. احنا طبعا في ايام امتحانات، اللي بقى ثانوية عامة واللي لسه في الجامعات هم اللي لسه واللي بتوع الدبلومات الفني طبعا هم اللي لسه بيمتحنوا. فهنعمل شوية حاجات زي كده في البيت احسن وافضل ما نشتريهم من بره بالغلا والكوى. يعني بصراحة الاسعار بقت في الافران صعبة قوي. انت بقى تعملي كده كل يوم صنف مختلف كده، من الحلويات من المعجنات من حاجة كده يكون ولادك بيحبوها، سواء حلو او حادق. وان شاء الله نعمل مع بعض كل ده في الفترة اللي جاية. بس يا ريت بقى تشجعوني كده باللايك عشان خاطر تشجعوني كده ان انا اكمل وتقدموها كده لاولادكم، جنب بقى كوباية شاي بلبن وهم بيذاكروا، او هم الصبح وهم رايحين الامتحان، على حسب بقى ظروفه. زوجك وهو رايح الشغل، كل ده بينفع قوي في البيت، بيبقى حلو جدا جدا. انا قربت لكم بس الكاميرا كده عشان تشوفوا اللون. القراقيش انا عاطلها لون بزياده شويه علشان خاطر تبقى لونها محمر كده بزياده عن عن القرص يعني. عشان احنا بنحبها زي ما تكون متحمصه شويه. ندخل بقى على الفيديو بتاعنا ونشوف بقى المقادير بتاعتنا كده ونقول بسم الله. وحضرنا العجان بتاعنا. انا معايا ده كيلو من الدقيق، كيلو من الدقيق. وجبت معايا في الطبق ده حطيت فيه نص كوباية مية دافية، وحطيت عليها معلقة خميرة، وحطيت عليها حوالي عن 3 معالق من السكر، وحطيت معلقتين كده من الدقيق، وقلبتهم حلو وركنتهم كده على جنب. عايزة اقول لكم عشان خاطر التفاعل، شايفين عاملة ازاي؟ تحس ان هو عمل زي البشاميل التقيل كده. اتفاعلوا جدا مع بعض وعملوا بقى كده. اتأكدت كده من كده ان الخميرة بتاعتي كويسة. ديت كوباية ونص خليط من سمنة على زيت، وعليهم معلقة قشطة كده من بتاعة اللبن. انا حطيت كله على بعضه، انا مش محتاجة ان انا بس الدقيق في القرص دي. ده نوع القرص دي اللي محشية، بتبقى محشية سكر وقرفة، او محشية سكر وسوداني وجوز هند وحاجات حلوة كده. مش عايزة بس الدقيق بالسمنة قوي، انا عايزاها تكون زي المفرغة من جوه. فانا حطيت كله على بعضه وهعجن على طول. بس انا سبت معلقتين زيت كده للاخر هلم بهم العجينه. انا اول بقى ما بدات احط، غيرت بقى الخطاف ده اللي هو جمع لي العجينه. حطيت قصدي الكف، يعني شلت الكف وحطيت مكان الخطاف لان العجينه بدات تتقل معايا. ودي برضو من ضمن تنبيهات العجان، ان احنا العجين التقيل يكون بالخطاف ده. بس انا بجمع عشان لما العجان بتاعي صغير والخطاف بتاعي صغير، مش بيخلط لي الحاجات في الاول مع بعض، فبخلطها بالكف وبعد كده بعجن بالخطاف ده. بدأت بقى عجنتها لما بدأت تتعجن وخدت كفايتها من اللبن. انا عجناها النهارده بلبن صافي. انت ممكن تعجنيها بلبن على ميه، ممكن تعجني بميه بس في الحاله دي تحطي مع العجين مع الدقيق مثلا كيس من اللبن البودره، او 3 4 معالق من اللبن البودره، او عندك كوبايه زبادي حاجه زي كده، وتعجني بالميه عادي. انا هعجن باللبن صافي، فما حطيتش بقى لا لبن بودره المره دي ولا حاجه. اكتفيت باللبن وحطيت معلقه قشطه كده زي ما بقول لكم. وانا بسيح السمنه بتاعتي، وانا بسيح السمنه كان اللبن كده كان عامل وش، خدت منه حته قشطه كده وحطيتها مع السمنه، وانا بفكها عشان اعايرها في الكوبايات المعياريه بتاعتي. جبت بقى الحشو بتاعي ده كان سوداني مجروش على جوز هند على شويه سكر، وحطيت لهم كده معلقه دقيق. ومعايا في الطبق التاني ده شويه ميه، وحطيت لهم معلقه من العسل الاسود. وحمصت برضو شوية سمسم، حمصتهم كده في طاسة من غير اي حاجة. هحط بقى القرصة بتاعتي احشيها واكورها واحطها في المية بعسل دي، واحطها في السمسم واحطها على طول في الصينية.
خلاص هبدأ بقى ايه ابططها كده واحط الحشوة بتاعتي في النص. انا حطيت بقى معلقة الدقيق ديت ليه؟ عشان السكر ما يكرملش ويحجر في القرصة من جوه. حبيت الدقيق ديت، معلقة الدقيق الواحدة دي على الحشوة دي كلها هتغلف لي السكر، مش هتخليه ايه يتكرمل جوه ويحجر كده، ولو حد بياكله ولا حاجة ما يتضايقش منه. إيه معلش المقطع ده انا بعتذر جدا. الحامل كان بيتكسر وكان يعني مل ورا كده، فبعد لي المسافة، فانا كنت ببطط كده الحتة العجينة دي. العجينة بقى السادة، انا الحشو التاني عملت شوية بالسمسم وعملت شوية من غير سمسم من بره، عشان انا عندي بنتي مش بتحب السمسم يعني. فعملت لها شويه ساده وشويه بالسمسم، وعملت بقى بالسمسم زي ما انتوا شفتوني وانا بعمل في الاول. بدات بقى اعمل العجينه بقى اللي انا هعملها زي القراقيش دي، اعملها رول كده وبططها، وبعد كده بالقطاعه اللي هي بتاعه البطاطس دي عملتها صيرتها يعني، عملتها سيور كده. بس كده، ودي بسيطة وسهلة خالص خالص. بس انا دول سويتهم بقى في الاخر بعد ما سويت القرص، لان هديت عليهم النار شوية عشان خاطر يقرمشوا وياخدوا لون ايه حلو محمر كده. بس كده بدأت بقى ان انا اهدى، وعملت بقى سادة وعملت بالسمسم زي ما انتم شايفين، بس هي برضو محشية من نفس الحشوة اللي احنا ايه حشناها يعني اهو. ودي كده سويتها بقى على نار عالية جدا، وهديت النار شوية وانا بقى ايه وانا بعمل القراقيش. انما القرص سخنت الفرن حلو قوي، وعليت النار وحطيتها. حطيتها من تحت، واول خدت من لون من تحت عشان انا الفرن عندي مش بيولع فوق من تحت مع بعض، طلعتها على الفوق وشغلت عليها الشواية. مجرد ما خدت اللون طفيت الشواية وكملت ايه تسوية الفرن عادي اهو. دي بقى السادة، ودي اللي بسمسم، ودي القراقيش بتاعتنا. وده الفيديو بتاعي يا حبايبي. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو لحد هنا تحطوا لي بقى لايك للفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.